السلام عليكم يا شباب. ازيكم النهارده هنتكلم عن حاجة غريبة شوية، بس هي موجودة فعلا وبتحصل حوالينا. تخيلوا معايا مدينة ذكية، مدينة بتعرف كل حاجة عنك، كل خطوة بتاخدها، كل مكان بتروحه. في البداية الفكرة دي ممكن تخوف ناس كتير، بس خلونا نشوف ازاي التكنولوجيا الحديثة بتخلي حياتنا أسهل وأأمن. المدينة الذكية مش بس مباني وشوارع، دي منظومة متكاملة بتستخدم أحدث التقنيات عشان تخدم سكانها. تخيلوا معايا إنكم صاحيين الصبح والمدينة بتعرف روتينكم اليومي. إشارات المرور بتتعدل تلقائياً حسب حركة المرور، فبتوصلوا شغلكم في أسرع وقت. الإضاءة في الشوارع بتتحكم فيها حساسات ذكية، بتوفر في استهلاك الكهرباء وبتحافظ على البيئة. طيب، ما هو ده كله كويس، بس إيه علاقته بمعرفة المدينة لكل خطواتنا؟ الموضوع إن المدينة الذكية بتجمع معلومات من آلاف المصادر، كاميرات مراقبة، حساسات في الشوارع، تطبيقات الموبايل، وبتحللها عشان تقدم خدمات أفضل للمواطنين. مثلاً لو في حادثة في منطقة معينة، النظام الذكي بيبلغ الإسعاف والمطافي والشرطة في ثواني. لو في زحمة غير طبيعية، النظام بيقترح طرق بديلة للسواقين. حتى في مجال الأمن، الكاميرات الذكية بتقدر تكتشف أي سلوك مشبوه وتنبه السلطات على طول. بس طبعاً السؤال المهم، إزاي نضمن خصوصية الناس؟ المدن الذكية بتستخدم أنظمة حماية متطورة جداً لتشفير البيانات. المعلومات الشخصية بتتخزن بطريقة آمنة، ومفيش حد بيقدر يوصل لها إلا الجهات المصرح ليها. وفي مجال الخدمات العامة، المدينة الذكية بتوفر حلول مبتكرة. تخيلوا إن صناديق القمامة بتبعت إشارة لما تمتلي، فعربيات النظافة بتعرف فين تروح بالظبط. المياه والكهرباء بيتم مراقبتهم إلكترونياً، فأي تسريب أو عطل بيتكشف وبيتصلح بسرعة. التعليم والصحة كمان بيستفيدوا من النظام الذكي. المدارس والجامعات مرتبطة بشبكة معلومات موحدة، والمستشفيات عندها نظام طوارئ متطور بيضمن سرعة الاستجابة لأي حالة. طيب، إيه مستقبل المدن الذكية؟ التكنولوجيا بتتطور كل يوم، والذكاء الاصطناعي بيفتح آفاق جديدة. ممكن نشوف قريب سيارات ذاتية القيادة في الشوارع، وروبوتات بتساعد في الخدمات العامة، ومباني بتتحكم في استهلاك الطاقة بشكل تلقائي. المدينة الذكية مش مجرد تكنولوجيا متطورة، دي رؤية لمستقبل أفضل. مستقبل فيه الحياة أسهل، البيئة أنظف، والخدمات أسرع وأذكى. صحيح إن المدينة بتعرف كل خطوة بناخدها، بس الهدف في النهاية هو تحسين حياة كل مواطن. وزي ما شفنا، الموضوع مش مخيف زي ما كنا فاكرين في الأول. التكنولوجيا لما بتستخدم صح بتكون أداة لخدمة الإنسان مش العكس. المدينة الذكية بتفتح لنا باب لعالم جديد، عالم فيه التكنولوجيا والإنسان بيشتغلوا مع بعض المستقبل أفضل. شكراً إنكم تابعتوا معايا للآخر. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة، وشاركوا رأيكم في الكومنتات، وانتظروا المزيد من الفيديوهات عن التكنولوجيا والمستقبل. سلام.